الصحراوية بكل الطرق، فإن المواقف واضحة وثابتة ودائمة للجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي في الحق في تقرير المصير والاستقلال غير قابل للتراجع. الصحراويين اليوم يحققون نتائج باهرة جدا، ولا ننسى بأن صمود الشعب الصحراوي وتحمله لكل هذه السنوات من الاضطهاد. هنا أمر مهم جدا، ودائما ما نعود إلى المجتمع المدني، فيه الكثير من نشطاء المجتمع المدني الأمريكي الذين وقفوا مع السلطانة خيا وكانوا في داخل الأراضي نفس المواقف في القضية الصحراوية التي ربما هي تعتبر أولى بالنظر إلى المسؤولية التاريخية والأخلاقية لإسبانيا. وبالتالي كل هذه المعطيات وكل هذه الأوراق التي ظهرت أعتقد بأنها ستخدم كثيرا القضية الصحراوية وستعاقب الشعوب الأنظمة التي لا تساند قضايا التحرر مثل ما حدث مع القضية الفلسطينية. وبالتالي دور الإعلام اليوم، دور النشطاء، دور الدعاية أمر مهم جدا من أجل تصحيح المسار السابق ورفع الزخم الحقوقي وتشكيل كذلك لجان حقوقية من أجل متابعة النظام المخزني على جرائمه في الأراضي الصحراوية المحتلة، وبالتالي فيه الكثير مما يقال في المرحلة المقبلة. بين ربقة معرض الجزائر دول للكتاب وبجناح الجمهورية العربية الشعب الصحراوي وصموده خلال وضد الاحتلال المغربي في سدية تمزج بين السيرة النضالية والتاريخية لشعب يكافح من أجل الحرية. ماريا ريما زارت جناح الصحراء الغربية وعادت لنا بالتالي. من قلب معرض الجزائر الدولي للكتاب يبرز جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الذي يحمل بين رفوفه حكاية الشعب يناضل بالكلمة كما السلاح، كتب تنبض بروح المقاومة وتجسد أدبا ولد من رحم المعاناة ونضال من أجل الاستقلال. نحن نحرص سنويا على المشاركة في طبعات صالون الجزائر للكتاب، لأنه هو الصالون الوحيد وهو النافذة الوحيدة التي يلتقي بها الكاتب الصحراوي مع قراء خارج المخيمات أو قراء من خارج الجنسية الصحراوية. الأدب الصحراوي يروي وجع الأسرى ومعاناة المناضلين في السجون، ويوثق ذاكرة الشعب. ذنبه الوحيد أنه طالب بالحرية، لا يكتفي بسرد الألم بل يحمل رسالة أمل وصمود، مثل الأدب الفلسطيني والجزائري الذي يجمعهم البحث عن الحرية والاستقرار. والمميز في هذه الطبعة هو أدب السجون، لأن احنا حضرنا مجموعة من أدب السجون أو إصدارات جديدة تتعلق ببعض الشهادات التي كتبها معتقلون سياسيون سابقون في السجون المغربية، يتحدثون عنها ما تعرض له من انتهاكات والتعذيب داخل هذه السجون، في كأنه نوع من النضال أو كنوع من لفت انتباه العالم لما يحدث انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المغربية. بين أروقة المعرض يواصل الأدب الصحراوي إيصال صوته إلى العالم، أدب وطني بامتياز يكتب تاريخ بلغة الصمود ويؤكد أن القلم في الصحراء ما زال ينزف حبا للوطن وحلما بالتحرر. أنا أسمع كلمة حكم ذاتي، ولكن أي تفاصيل، أي خطة، أي إجراءات، أي مراحل هذه لا أعرفها. وبالتالي توالي اكتشاف ثغرات في هذا الوهم الخاص بالحكم هو مصدر قوة القضية الصحراوية في الشعب وتحالف الشعب والسلطة في الصحراء الغربية. الشعب هو مصدر كل سلطة، وبالتالي هذا التطابق في الدفاع عن القضية الصحراوية والتمسك بالحقوق والمبادئ هو ما زعزع النظام المخزني وجعله يقع في الكثير من الحماقات والكثير من الأخطاء، لأن حتى الحتمية التاريخية دائما ما تنصف الشعوب المظلومة والمضطهدة، لأن حقوق التأليف لمبادرة الحكم الذاتي لو كانت لديها الحقوق المغربية أو كانت أصيلة مغربية لما وقع النظام المخزني في كل هذا التخبط، ولما وصل اليوم كبار دبلوماسيين العالم إلى تفكيك هذا مشروع القرار الأمريكي والكشف عن كل الثغرات ومنه فضح هذه المبادرة. من اقترح اليوم ما اسماه حكما ذاتيا غدا سيقر بالاستقلال الكامل للشعب الصحراوي، لانه هم يراهن على الوقت ليكون مدعاة لبث اليأس والقنوط في الصحراويين. الصحراويون يأخذون هذا الوقت
ويروضونه فليعطيه فليحول نظام المخزن الى ان يكون لكم في ذلك شان يعني المغاربه لوحدهم ويعني الشعب المغربي الذي يدفع نفسه ثمن هذا النظام المخزني. وبالتالي كل ما يحدث اليوم من هذه الجلبه هدفه الرئيسي الوحيد ما يحدث من احتقان، ومن اجل تامين انتقال سلس لتوريث عرش يدفع الشعب المغربي ثمنه. القضيه الصحراويه يرتفع سقفها ليس بصالح المغرب دبلوماسيا وسياسيا ان تكون هذه القضيه بهذا الزخم، وهو الذي يراهن على عامل الوقت. الامس قوض الشرعيه الدوليه بدعم من فرنسا واسبانيا للي ذراع قرارات محكمه العدل الاوروبيه. اليوم نعيش بالذات 31 من اكتوبر تمر 50 سنه على الاجتياح المغربي للصحراء الغربيه، بعد 5 أيام ذكرى المأساة المسيرة السوداء التي أرادها التغطية بأن الاجتياح العسكري au Rifin. On a regardé dernièrement aussi à octobre, ils ont brûlé quelqu'un, un Rifin à la route. Mais tous les gens ils regardent à cause de quoi? À cause qu'il ne veut pas sortir de sa maison, de sa terre, il ne veut pas vendre sa terre au royaume du Maroc à un autre côté. Beaucoup ont disparu, beaucoup ont été enterrés, assassinés, mutilés ou brûlés vifs. Aujourd'hui, nous interpellons les citoyens de Bruxelles, d'Anvers, de toute la Belgique, mais aussi de l'Union européenne. Regardez vers le Maroc et demandez des comptes. La tragédie de Mohsen Fekri n'est pas restée un simple fait divers. Elle est devenue un symbole pour de nombreux rifins. Son sacrifice a cristallisé les griffes accumulées contre le Marzen. Et encore à leur faire rappeler que nos martyrs ne resteront pas dans l'oubli. Nos martyrs resteront encore en vie parmi nous et parmi surtout les rifins dans le Rif. Jamais resteront dans l'oubli, jamais. Ceci, tant que nous resterons en vie. Et puis bien sûr notre génération par après celle qui viendra continuera ce combat. Le mort de Mohsen Fekri, que Mohsen Fekri. Des terres du Rif jusqu'aux rues d'Anvers en Belgique, la mémoire du martyr unit les Rifins au-delà des frontières. Car si les exils les ont éloignés de leurs terres, ils n'ont jamais éteint leur engagement.